في يوم 6 فبراير 1958 وتحديدا في مطار ميونخ كان في طيارة إنجليزية راجعة من يوغوسلافيا وواقفة في المطار علشان تزود بنزين وتكمل رحلتها لبريطانيا. بس كان في تحذيرات واضحة: يا جماعة الجو وحش، خدوا بالكم. الطيار حاول يقلع مرتين وفي المرتين الإقلاع فشل. الرحلة كانت خلاص قربت تتلغي لحد ما قرر يحاول في المرة الثالثة. الطيارة جريت على الممر بأقصى سرعة، بس المشكلة إن الممر خلص والطيارة لسه ما أقلعتش. خرجت بره حدود المطار وخبطت في السور، وبعدها اصطدمت في بيت جنب المطار. وهنا العالم صحي على خبر أقل ما يقال عنه إنه كارثة. الطيارة اللي كانت بتنقل فريق مانشستر يونايتد اتحطمت على أرض ميونخ، واللي ماتوا كانوا 23 شخص، منهم لاعبين وإداريين وصحفيين تابعين للنادي، ومن ضمنهم 8 لعيبة من فريق مانشستر يونايتد. يعني الفريق خسر فجأة جزء كبير جدا من قوته. ومش بس كده، المدير الفني مات باسبي كان في حالة صحية خطيرة جدا في المستشفى، لدرجة انه في الاول ما كانش مستوعب اللي حصل، وكان في ناس بتحاول تخبي عنه ان جزء كبير من لعيبته ماتوا. خلينا ارجعك شوية قبل الحادثة. من بديل إلى بديل، هذا هو السر. رفقا بالتاريخ يا سر، رفقا بالتاريخ يا سر. مات باسبي اتعين مدير فني لمانشستر يونايتد بعد الحرب العالمية الثانية. وقتها الأندية كلها كانت خارجة من الحرب متبهدلة، موارد قليلة، نشاط متعطل، والدنيا كلها كانت لسه بتقوم من جديد. إدارة مانشستر يونايتد وقتها قررت تراهن عليه. صحيح إنه كان لعب قبل كده للليفر والسيتي، أكبر خصوم اليونايتد، بس كان معروف عنه الانضباط والشخصية القوية والإدارة الصارمة. وبالفعل أول ما مسك باسبي فرض شروطه على الإدارة: محدش يتدخل في شغلي، انا اللي اختار مين يلعب ومين يمشي ومين يجي. واختار مساعد ليه جيمي ميرفي، راجل ويلزي هادي ومش بيحب الاضواء، بس عبقري شغل. وبالتدريب والانضباط اليونايتد كسب اول بطولة كاس سنة 1948، وبعدها كسب الدوري. بس باسبي وميرفي كانوا فاهمين كويس ان النجاح ده مؤقت، لان اعمار لعيبة الفريق كبيرة، يعني بعد شوية الفريق هينهار. فقرروا يعملوا الصح، يبنوا فريق جديد من الشباب. ومن هنا بدأت رحلة تصعيد الناشئين واكتشاف المواهب. وبعد سنين شغل الثمرة ظهرت. اليونايتد كسب الدوري تاني بالشباب 1956 و1957، وسيطر على الكرة المحلية بفكرة الاعتماد على الناشئين. وساعتها الجمهور سمى الجيل ده باسبي بيبيز أو أبناء باسبي. وفي الوقت ده ظهرت بطولة أوروبية جديدة، كأس أوروبا للأندية الأبطال، والكل كان بيتكلم عنها، وريال مدريد كان مسيطر عليها. باسبي وأبنائه كانوا بيحلموا يروحوا بعيد فيها. وبعد ما كسبوا النجم الأحمر في يوغوسلافيا احتفلوا هناك، وبدأوا يتخيلوا سيناريو أنهم يروحوا نهائي أوروبا قدام ريال مدريد. بس وهم راجعين حصلت كارثة ميونخ. الناجي من الحادثة بوبي تشارلتون حكى بعدين انه مفهمش حاجة وقتها، كل اللي حسه ان الكرسي بتاعه اتحرك واتخلع من مكانه، وبعدها غاب عن الوعي. ولما فاق لقى الطيارة مولعة والناس بتحاول تهرب، وفي المستشفى كان بيسأل عن اصحابه وكل اجابة كانت بتوجعه اكتر. بعد الحادثة المعنويات كانت متدمرة، وكان في كلام بجد عن انهم يقفلوا النادي بالكامل لان الموارد اتكسرت والروح اتكسرت قبلها. الوحيد اللي وقف ضد فكرة الاغلاق كان جيمي ميرفي، اللي اصلا ما كانش مسافر مع الفريق وتعين مدير فني مؤقت، وفضل يحاول يرجع الروح للنادي ويحافظ على اللي باقي لحد ما باسبي بدأ يفوق ويرجع للحياة واحدة واحدة. وبعد ما اتحسن قرر يرجع، مش بس يكمل، لا يرجع يبني من جديد. جاب لعيبة جداد وصعد ناشئين جداد، وبدأ يعمل جيل جديد زي أبناء باسبي، بس المرة دي بعد الكارثة. ومع إن الموضوع كان صعب جدا، القديم متأثر والجديد خايف، والكل شايل هم ازاي نكمل. بس باسبي بشخصيته وقدرته على القيادة نجح انه يعدي الأزمة دي. وبالفعل سنة 1963 الجيل الجديد كسب كأس الاتحاد الإنجليزي، أول لقب بعد الكارثة، وبعدها كسبوا بطولتين دوري. وبعدين باسبي رجع للحلم القديم، بطولة أوروبا اللي ماتت في ميونخ، وقال لأ هنرجع نحققها. وبعد 10 سنين من الكارثة سنة 1968 وعلى استاد ويمبلي مانشستر يونايتد يكسب بنفيكا 4-1 وفاز بكاس أوروبا، إنجاز وقتها اتشاف إنه الأعظم في تاريخ الكرة الإنجليزية. وباسبي اتكرم واتعمل تمثال لنجوم الجيل ده، بوبي تشارلتون وجورج بيست ودينيس لو. وفي عز المجد باسبي أهدى الانتصار ده
لأبنائه اللي ماتوا في ميونخ، وبعدها بسنة اعتزل التدريب. بعد كده بسنين طويلة اليونايتد دخل فترة جفاف، والناس فضلت تسأل فين الجيل الجديد؟ فين أبناء باسبي؟ ليه مش بنرجع؟ لحد ما جه يوم 6 نوفمبر 1986 والحديث عن مدير فني جديد. الشخص اللي كان بيتفاوض معاه من الإدارة كان بوبي تشارلتون، والمرشح كان مدرب اسكتلندي هادي اسمه أليكس فيرجسون. وقتها الفريق كان تعبان جدا، قريب من مراكز الهبوط والضغط عليه كبير. ناس كتير قالت الراجل ده هيودينا في داهية، بس تشارلتون كان عارف انه قدامه شخصية مختلفة. فيرجسون بدأ يعالج الفوضى، انضباط وشغل واهتمام كبير بالشباب، وزود عدد الكشافين وطور الأكاديمية. ومع الوقت بدأ يظهر مشروع جيل جديد اللي بعدين بقى معروف باسم كلاس اوف 92. رايان جيجز، بول سكولز، نيكي بات، جاري نيفل وفيل نيفل وديفيد بيكهام، شباب موهوبين وقريبين من بعض، واغلبهم جاي من بيوت بسيطه وواجهوا ضغط كبير وواجهوا تنمر من لعيبه اكبر. بس مع الوقت ده قربهم من بعض وخلاهم اقوى. فيرجسون كمان كان بيشدد على فكره مفيش حد اكبر من نادي اليونايتد فوق الجميع، ومع صفقات زي شمايكل وكانتونا وروي كين وبوجود شباب 92 اليونايتد بدأ يرجع للبطولات تدريجيا. وبعدين وصلنا لذروة القصة سنة 1999، نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو 1999 في الكامب نو قدام بايرن ميونخ. لحد الدقيقة 90 النتيجة كانت 1-0 للبايرن، واليونايتد بيحاول بكل اللي عنده. الحكم حسب 3 دقايق وقت بدل من الضايع، وفي لحظة تاريخية الهدف الأول بيجي عن طريق تيدي شرينجهام، وبعدها بلحظات الهدف الثاني القاتل عن طريق سولشاير. هدفين في آخر 3 دقايق، واليونايتد قلب المستحيل لحقيقة. حقق الثلاثية التاريخية، الدوري والكاس ودوري الأبطال. وفي الآخر القصة دي ما كانتش عن نادي كورة بيكسب وبيخسر، دي كانت عن ناس ماتت في ميونخ، وعن راجل اسمه مات باسبي قرر يقوم من تحت الرقام ويبني حلم من جديد، وعن راجل تاني اسمه أليكس فيرجسون فهم إن المجد مش لحظة عابرة لكن رحلة طويلة من صبر وانضباط، وشباب بيتربوا على معنى الانتماء. من كارثة 1958 لثلاثية 1999 مانشستر يونايتد علمنا إن الهزيمة ممكن تكسر فريق لكنها ما تكسرش نادي عنده روح. علمنا ان الجيل ممكن يمشي لكن الفكرة تفضل، وان اعظم الانتصارات دايما بتيجي بعد اقصى السكوت. ودي مش مجرد حكاية نادي لكنها حكاية وعد اتكسر وتعاد بنائه وتحقق. واهم درس فيها ان النجاح مش انك متقعش، النجاح انك تعرف تقوم كل مرة اقوى من الاول.